الوها واهلا بيكم على قناه سمر تايم. حابه النهارده اعمل لكم فيديو سريع عن حاجه كانت يعني شاغله بالي من فتره، وشفت فيديو يعني فسر لي الموضوع دوت، وحابه اشارك برأيي واللي انا اتعلمته من الفيديو دوت معاكم. على الانستجرام وعلى الفيسبوك وحتى الفيديوهات بتاعت اليوتيوب بنشوف تملي بنات بيبانوا بشكل معين، بشرتهم ممتازه، مكياجهم نظيف، كل حاجه كده تحسوا انها بيرفكت. كنت اقعد اسال نفسي، يعني بجيب نفس الميك اب اللي هم بيقولوه وبعمل نفس الخطوات اللي هم بيعملوها، بس عمر ما شكل الميك اب بتاعي بيبان كده. يعني ليه؟ حتى من غير ميك اب انا استغربت له ان بنات كتير على اليوتيوب من غير ميك اب بيبان شكلهم حلو جدا. بيعملوا ايه غير اللي احنا بنعمله؟ لحد ما اول امبارح اتفرجت على فيديو لوين جاس، عباره عن ميك اب ارتست مشهور جدا، عنده قناه على اليوتيوب، عنده فولورز كتير جدا. هو لانه ميك اب ارتست مشهور وبيشتغل مع ناس مشهوره كتير، التبس اللي هو بيديها بتبقى حاجات هو مجربها وعارف انها بتشتغل. اول امبارح اتفرجت له على الفيديو كان بيتكلم فيه عن نفس الموضوع. هو كان بيتفرج على واحده بتاعت يوتيوب ميك اب ارتست ومشهوره جدا وعندها فولورز وبتعمل ميك اب ممتاز، وهي عندها تكنيكات يعني برضو مميزه. شاف لها فيديو ان هي ظهرت فيه بشرتها نضره جدا غير العادي، ما كانش فيها اي غلطه. يعني حتى هو استعمل تيرم ان بشرتها كانت عامله زي البورسلين. يعني كواحد بيشتغل برضو في الميك اب وعارف ايه البرودكتس الكويسه وعارف ايه الفاونديشنز الكويسه وغاليه وبراند وكده، عمره ما بيوصل للنتيجه اللي هو شافها دي. فكان يعني استغرب قوي وهي بتشرح ازاي تحط الفاونديشن وكده. لما الفوكس اتشال من على وشها وراح للبرودكت، اخد باله ان الفوكس بتاع الكاميرا لما بيتشال من على وشها وبيروح للمنتج، هي كانت بتوري الفعلبه بتاعت الفاونديشن. فانا لما ببقى بتكلم كده الفوكس بيبقى عليا انا. لما بحب اوري لكم برودكتس مثلا واقربه كده للكاميرا، الفوكس بيتشال من على وشي وبيروح للبرودكت، ولما بشيل البرودكتس بيرجع تاني الفوكس عليا. اخد باله ان وشها مش بنفس الصفاء اللي هو شافه قبل كده، ولما شالت الفاونديشن ورجع تاني الفوكس على وشها رجعت تاني بشرتها نورت وبقت حلوه. فهو اللي فسره تقنيات معينه في الناس بيستعملوها، بالذات الناس اللي عندها يعني فولورز كتير واخدين اليوتيوب ده ان هو حاجه سيريس، بيبداوا يصرفوا على التقنيات دي. عباره عن الاضاءه، وفي كمان فلترز. الاضاءه دي اوكي، معروف ان الواحد لما بيستعمل اضاءه جامده في زوايا معينه بتخفي عيوب من البشره كتيره جدا. كتير بيتفرجوا على الفيديوهات ما بيعرفوش ان الواحد بشرته ظاهره بالمنظر اللي انتوا بتشوفوه ده بس عشان الاضاءه. الحاجه التانية بقى اللي تخوف، في فلترز بنستعملها زي الفلترز اللي بنستعملها على الانستجرام، مش للصور، دي للفيديوهات. وانا بكلمكم وبحط ميك اب وبوري لكم الروتين اليومي بتاعي وازاي بشرتي اخليها نضره وما فيهاش اي حبوب، بحط فلتر. وده اللي يخوف الناس، بتشوفك لايف بشرتك صحيه ما فيهاش غلطه وتفتكر ان هو ده حقيقي. اي حد في اي حته مهما كان معاكي فلوس ومهما كانت نوع بشرتك، عمر ما شكلك هيكون زي البنات بتوع اليوتيوب وبتوع الانستجرام. مش عشان وحشه او عشان انت ما تقدريش تكوني كده، علشان هما بيستعملوا تقنيات مش حقيقيه. وانس ان النور ده بيطفي، وانس ان الفلتر ده بيتشال، شكلهم بيبقى زيهم زي اي حد تاني في الشارع. واتحدى ان اي حد يطلع على اليوتيوب يقول ان ده مش حقيقي. كل الناس اللي بتشوفوها على اليوتيوب دول بيستعملوا اضاءه. الاضاءه لوحدها يا جماعه بجد فعلا بتفرق في الصور وفي الفيديو. حتى في الفيديوهات، تصوير الفيديو، انا نفسي ببص في الشاشه بتاعت الكاميرا وببقى عارفه ان بشرتي فيها عيوب، عارفه انها مش ظاهره على الكاميرا علشان الاضاءه عندي كويسه. وانا مش مشتريه اضاءه غاليه ولا اي حاجه، انا بستعمل الاضاءه اللي هي العاديه اللي عندي في البيت، اللمبه بتاعت السقف وبيبان شكلي معقول. فتخيلوا لما اصرف بقى فلوس واجيب اضاءه مخصوص علشان التصوير. فحبيت اشارك بالموضوع ده معاكم علشان اي حد كان السؤال ده بيدور في دماغه، ليه شكلنا عمرنا ما هيبقى زي بنات الانستجرام واليوتيوب. ببساطه هو ده، مش لازم نكون شكلنا بيرفكت. عمر الواحد ما يكون، يعني الكمال لله وحده، وعمر ما حد هيكون كامل. الوقت الوحيد اللي هتشوفي نفسك فيه بشرتك كويسه والناس هتشوفك جميله وبشرتك كويسه لما انت تبقي متقبله نفسك زي ما انت. اتمنى الفيديو يكون افادكم، واتمنى ان انا ما كنتش طولت عليكم لاني بقى لي فتره غايبه عن اليوتيوب شويه، فحبيت اعمل لكم فيديو ويكون برده في نفس الوقت مفيد، نتكلم في حاجه مفيده. لو عندكم اي اسئله ما تنسوش برده تبعتوها لي، وان شاء الله اشوفكم قريب في الفيديو اللي جاي. باي باي.